يا وليد اليوم مباراة ما كانت سهلة صراحة. اليوم مباراة كانت جدا 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 صعبة، خصوصا ان احنا نواجه العين وهو فايز مباراته الاولى، احنا مهزومين مباراتنا الاولى، وضغط كان شديد صراحة. وتعرف انت مجموعة الاتحاد الحالية يعني اللعيبة كلهم صغار، يعني اكبر واحد تقريبا هو انا موجود، الباقيين كلهم 23 22. فصعب يعني انك تحضيرك للمباراه كان صعب شويه. العين فريق قوي، فريق متماسك، يعني شفنا مباراتهم الاولى احنا مع الاخويه. الشوط الاول يعني كانوا الخبره فارضين اسلوبهم علينا، لكن الحمد لله رب العالمين توجيهات ابو عبد الرحمن كابتن خالد البروني اللي الله يعطيه الصحه والعافيه، واشكره انا جدا على شجاعته اليوم، خصوصا يعني مع الدرس الثاني. قدرنا انه نستغل يعني اطرافهم يعني بشكل فردي، يعني واحد على واحد، واتكلم في النقطه هذه كثير، انه واحد على واحد الشوط الثاني حنفرق ونلعب كوره محاوره. الحمد لله رب العالمين استطاعوا الهلال انهم ينفذوا، وطلعنا بثلاث نقاط اللي هي جدا مهمه في ان شاء الله انطلاقتنا للبطوله. ونشكر الجمهور على حضوره الكبير هذا، وصراحه لولاهم اليوم ما كان رجعنا للمباراه يعني. الحمد لله رب العالمين. كابتن يعني حمد المنتشري، اليوم مختار فلاته بعد ما ضيع ركله الجزاء، وش سويت انت اللاعب الخبره؟ والله انا بالنسبه لي طبعا انا اضيع ركله الجزاء وصفر الحكم. انا رحت قلت له يعني يا مختار انت جبت بلنتي من لا شيء، انت اللي سببت بلنتي وجبته من لا شيء، فاحنا محتاجينك مختار. انت لو طحت الان ما في حد حيسجل لنا، اقسم بالله العظيم. فقال لي لا تشيل هم ان شاء الله. هو بين شوطين تكلمت مع عيال، قلت يا عيال ما يصير يعني بدون هو ما يكون موجود، عيال ما يصير. مختار هو اللي دائما يفرحنا، هو هدافنا، هو اللي دائما ينقذنا. فاذا احنا رجال يا عيال انه احنا نتعاون، انه احنا نجيب هدف التعادل باسرع حال عشان مختار يشجع المباراه. والحمد لله رب العالمين هو اللي سجل الهدفين وهو اللي كسبنا المباراه بفضل الله سبحانه وتعالى. الف مبروك كابتن، ومن ذا وافضل ان شاء الله تستمر نتائجكم متصاعده في دوري ابطال اسيا. انتم